السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم في صحه جيده وانتم كتشوفوا الحلقه ديال اليوم. اول حاجه رمضان مبارك، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبكل ما كتمناو يا ربي. بمناسبه حلول رمضان، اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفه تقليديه من الزمن الجميل، كتجي زوينه بزاف، مقاديرها جد سهلين وحتى الطريقه اسهل. سفوف على حق وطريقه، مقوم بلا زبده وبلا تماره. ما نحتاجوش نهائيا فيه الزبده ولا نجمعوه بالزيت، جمع راسو براسو بواحد الطريقه اللي جد سهله صحيه 100%، وتقدري تخزنيه لمده طويله. بقاو معايا لاخر الفيديو باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. في المقادير غادي نحتاجو كيلو ديال الكاوكاو يكون محمر، عندي هنايا كاوكاو مخلط ما بين الكبير وما بين الصغير، غادي نحمروه مزيان وغادي نحيدو ليه القشره ديالو. بالنسبه للطحين غادي نطحنوه يا اما في الهاشوار في البيت، ولا تقدروا تجمعوه في بلاستيكه غذائيه وديوها للعطار يطحنوا لكم وتهناو نتوما من هذا الصداع كامل. طحنوه في البيت بكل سهوله. انا من بعد في لا فيديو راه غادي نوريكم اشنا هو المكون اللي تقدروا تزيدوه، صحي جدا، وتقدروا تزيدوه باش دغيا يطحنوا لكم هاد المكونات بلا ما يعذبوكم. غادي نحتاجو كذلك كيلو ديال الزنجلان محمر حتى هو، وحتى هو غادي نطحنوه بنفس الطريقه. كيلو ديال الطحين القمح بنخالته رقيقه، غادي نشدوه حتى هو وغادي نحمروه في الكوكوت ولا نحمروه في الفران، ولا تقدروا ديوه للفران ديال الزنقه بحال بحال. هذا كيجي صحي اكثر وكيجي بنين في السفوف. كيلو ديال اللوز حتى هو محمر وغادي نطحنوه حتى هو بنفس الطريقه. وهادو هما المكونات الاساسيه اللي غادي نقادو بها السفوف ديالنا. غادي ندوزو دابا للقوام باش غادي نقوموه مزيان ويجي لذيذ اكثر. غنحتاجو معلقه كبيره ديال القرفه، وغادي نحتاجو شويه ديال المسكه الحره، غادي نطحنوها مع شويه ديال السكر سنيده باش كتطحن لينا مزيان معاه. وبالنسبه للكوزه حتى هي غادي نحكو واحد شويه. وراه خدمت حتى بواحد معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه، حتى هما راه طحنتهم خدمت بهم، غير ما بانوش في هذا الاول فاش وريتكم هذا القوام هذا ما بانوش، ولكن راه هما على اليمين حدا داك الكاس ديال زيت الزيتون راه هما كاينين تماك. هذاك الكاس الزيتون اللي حطيت تماك هو باش نوريكم القياس اللي غادي ديروا بالضبط فاش تكونوا كطحنوا هاد المكونات كاملين، اللوز والكاوكاو والزنجلان. ملي تكونوا كطحنوهم في الهاشوار غادي تبقاو تزيدوا هذيك الكميه، غتقسموها عليهم كاملين. داك الكاس لاروب غتقسموه عليهم كاملين، تبقاو تزيدوا غير شي شويه شويه، غير معلقه كبيره شويه شويه وانتم كطحنوا، وراه دغيا كيتطحن لكم وكيولي على هذا الشكل هذا، كيولي سائل. باش نيت ملي نجيو نبغي نجمعو الزفوف ديالنا ونعجنوه دغيا كيتعجن لينا وكيتجمع بلا ما نزيدو لا زبده لا زيت. كيف ما شفتوا معايا خديت قزعه كبيره اللي تكون كبيره نيت باش نقدروا نخلطوا فيها هذيك الكميه كلها، وغادي نضيف الدقيق، غنضيفوا اللوز، وغادي نضيفوا الكاوكاو مطحون حتى هو. ودابا انا كنضيف في الجنجلان. بالنسبه للجنجلان غادي قبل ما نبداو نطحنوه غنحيدو منه واحد الزليلفه غير صغيره. شفتوا هذيك اللي على اليسار اللي ملهيه من جهتي، هذيك البيضه هي اللي دايره فيها شي شويه ديال الجنجلان، وهذه اللي من هاد الجهه اللي على اليسار اللي هزيت دابا ها هي فيها اللوز مهرمش، حتى هو راني نقصته غير من داك كيلو. من بعد ما كنحمروه نقصوا واحد شويه خليوه على جنب، وعاد ديك الساعه بداو طحنوا. غادي نخلط جميع المكونات. انا كانت عندي واحد الجرحه في صبعي ما قديتش جيت نخلط حرقتني صافي وانا نحبس، وعطيت لماما كملات. المهم هي هنايا راه كتعجن، خصكم تعجنوه مزيان حتى ينسجموا دوك المكونات مع بعضياتهم. بداو تضغطوا مزيان بصبعكم باش ديك الزيت الطبيعيه ديال الكاوكاو والزنجلان واللوز كتبدا تخرج وتتعلكوا لينا. صافي هنايا حبسنا تخلط شويه، وغادي نبداو نزيدو دابا القوام. غنعطيها القرفه، النافع وحبه حلاوه، الكوزه ما تكثروش منها حيت راه مجهده، والمسكه الحره هي وشويه ديال السكر.
غتخلطهم عاوتاني حتى نعجنوهم مزيان، وديك الساعه غادي يبقى لنا غير العسل وهذاك شويه ديال الزنجلان. بالنسبه للعسل انا راه ديجا حاطاه لكم، راه حاطاه انا من قبل هذا الفيديو نيت بواحد الطريقه ساهله بزاف وزوينه، وهي اللي كنعتمدو كل عام. بنين بها وخطيره، تقدروا تخدموا به جميع المعسلات وحتى النوغا، وتخدموا به حتى سلو بحال هكا. المهم كيدخل في بزاف ديال الوصفات، واللذه راه ما نعاودش لكم، خصوصا انه مقوم بثلاثه ديال المكونات بساط. نتوما راه تقدروا تزيدوا الا بغيتوا الحلاوه اكثر، تقدروا تزيدوا على هذه الكميه اللي درت انا ديال العسل. انا راه درت غير زلافه ما كاملاش، وجا في الحلاوه ديالو عادي عادي جدا. اللي كيبغي الحلاوه بزاف راه يقدر يزيد. بالنسبه للعسل هو اللي كيزيد عاوتاني يعلق لينا هاد الصفوف ديالنا، وكيجي شاد في القوام ديالو بنين. من بعد ما ضفنا العسل غنضيفوا شويه ديال الزنجلان، وغادي نبقاو نستمروا في العجن، غادي نكملوا في التخلاط، وصافي قربنا نوجدوا الصفوف ديالنا. انا جالسه كنشد الدبان، ما عندي ما يدار، عندي ما يدار في هذا الفيديو. صافي دابا سالينا، غادي ندوزو مباشره باش نقادوه في الطبق ديالنا، وغادي نوريكم واحد جوج ديال الاشكال كيجيو بها زوين. ما تخافوش راه ما تلصقش لكم في المول. باش نعرفوه باللي وجد غادي تاخذوا واحد الكميه وضغطوا عليها هكا بيديكم. الا قدرتوا تشكلوها لاي شكل نتوما بغيتو، صافي راه كتاكدوا باللي الصفوف ديالكم راه هو وجد وشرب وتعلق لكم مزيان. كيف ما شفتوا معايا راه ما كيلصقش نهائيا في المول، راه ما درت ليه لا سيلوفان، ما دهنته بالزيت، ما حتى شي حاجه. كنشدو نبقى نضغط عليه مزيان، كنعمر دوك الجوانب ديال المول، كنضغط وغادي نشدو وغادي نقلبو، وغادي نبقى نضرب من الفوق ودغيا كيتقلب. انا جربت هذا الشكل، وفي الاخر ما عجبنيش، ما قنعنيش، وانا نعاود بدلته. هانتوما هنايا راه نقلبوا، خبطوا واحد جوج خبطات تنحاول نهبطوا. صافي ملي هبط لكم طلعوا المول غير بشويه، بدلنا الشكل. فينالمون عجبنا هذا. حنا ناخذ واحد السيركل اللي كبير، درنا سيركل بحال هكا في التبصيل، بقات ماما كتقاد في الصفوف عليه وتضغط عاوتاني، وكتسرحوا بمعلقه باش كيجي ملس من الفوق. خدينا سيركل اللي صغر منه ودرناه في الوسط، وعمرنا عاوتاني عليه الصفوف، وحتى هو قاداتو حيدات ليه السيركل. بالنسبه لهاد السيركل الكبير ما غنحيدو انا حتى نزينوه التزيين الاخير، عاد ديك الساعه نحيدوه باش كيجينا التزيين دغيا ساهل. المهم هاد الشكل هذا اللي وريتكم غير باش نصوروا لكم في الفيديو يجي زويون هكا وهماوي. وحتى نتوما عطيتكم كاقتراح، الا كنتو باغيين مثلا عندكم عراضه بغيتو تقدموه للضيوف، عندكم شي حاجه راه تقدروا تقدموه بهاد الطريقه نيت. خديت اللوز باش غنزينو، غادي نزينو حتى بالورد البلدي. غادي ناخذ اللوز نديرو في الجنيبات ديال هذاك ديال السيركل، وغادي ندير حتى في الجناب الفوقانيين ديال داك الصفوف اللي درنا في الوسط، وغادي ندور عليه شويه ديال الورد، وبهكا غادي يكون الشكل النهائي اللي عجبني بزاف، ونتمنى حتى نتوما يعجبكم. صافي دابا غنحيد ليه السيركل، راه كيتحيد بكل سهوله، غادي غير نطلعو وصافي نقدروا نقدموا الصفوف ديالنا ونديروا ليه واحد الشوتينغ نصوروه. الا عجبتكم الوصفه كالعاده خليوا لي اكبر عدد من لي لايك وتعليق ديالكم الزويونه والغزاله. عندكم اقتراح او تساؤلات ولا بغيتو تراسلوني شخصيا، تقدروا تصيفطوا لي في الانستغرام ديالي، راه كنكون ديما اكتيف فيه. تابوناو معايا في انستغرام وفي فيسبوك حتى هو، وفي لاشين. مرحبا بكم كاملين. بالنسبه للطريقه الصحيحه ديال التخزين ديالو، غادي نخليوه غير في بلاكار ديال الكوزينه، ما غاديش ندخلوه نهائيا للثلاجه، راه كيبقى مده طويله، يقدر يفوت لكم كاع رمضان. وبالنسبه لهاد لابواط فاش خزنتو، الناس اللي غادي تعجبهم وغادي يسولوا عليها زعما منين شريتها، هذه راه خديتها من صاغا كويزين. صاغا كويزين راه كتواجد في بزاف ديال المدن، تقدروا تدخلوا عندهم لاباج، كتبوا غير صاغا كويزين، ولا غنخلي لكم لو لين ديالهم حتى في لا ديسكريبسيون هما المقادير، ودخلوا عندهم راه تقدروا تكومونديو. شكرا لكم وشكرا على المتابعه مره اخرى، والى اللقاء الى وصفه وحلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.